بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. الأسبوع ده كان أسبوع عليا، عدى عليا الحمد لله على كل حاجة، بس أنا ما كنتش عايز أعمل حلقة، فقلت أصور بس وأحكي اللي حصل معايا الأسبوع ده وأتكلم معاكم شوية. أول حاجة إن كان في ظروف صحية، لكن الحمد لله على كل حاجة تمام. الاسبوع اللي فات من اول يوم التلات انا نزلت حلقة. فيوم الاربع كان عندي نبطشية، يوم الاربع ده كان اجازة اصلا. 7 اكتوبر تقريبا، 7 اكتوبر ايه، 7 يناير. فال7 يناير انا بروح اصلا، المفروض اروح الساعة 2 الظهر. لكن لما يكون في يوم اجازة بروح من 8 الصبح، عشان الموظفين ما بيروحوش، فالنبطشي بيروح من الصبح. فحظ السيء ان انا رحت الشغل من الساعة 8، من 8 الصبح ل8 بالليل، فما طلعتش بالغنم وما صورتش وما عملتش اي حاجة خالص، والغنم كلت في البيت و... وما سرحتش ولا كلت برسيم. هي اتعلفت الصبح واتعلفت اخر النهار، كان في شوية برسيم صغيرين كلوا. فدي اول مشكلة. تاني مشكلة يوم الخميس انا كنت رايح الشغل. رجعت من الشغل طبعا الاربع. يوم الاربع نفسه حصل مشكلة، كانت دي اكبر مشكلة حصلت في الاسبوع ده. بنتي بلعت جنيه، وللاسف الجنيه وقف في زورها منزلش، ودي صورة الاشعة. ده صورة اي بي واللاترال. للاسف فضل واقف في زورها منزلش. رحنا المستشفى، عملنا الاشعة، وقالوا لازم تتحجز وتعمل عملية منظار بينزل من بقها كده وياخد ويطلع الجنيه. فضلنا في المستشفى لحد الساعة 8 بالليل بس. لكن الحمد لله اتأخرنا، لكن ربنا الحمد لله يعني ايه، مفيش، ربنا عوضنا خير يعني. والحمد لله طلعنا الجنيه وروحنا البيت. تاني يوم بقى الخميس، في حد صاحب اتصل عليا وقال لي في اكل، هو البقدونس اللي قدامهم ده. قال لي تعالى خد شوية، وكان البقدونس هيحرث الارض عشان يزرع خضار تاني، يعني يزرع كزبرة شبت الكلام ده. فقال لي تعالى خد. المهم رحت جبت عبيت شوية وجبتهم على الموتوسيكل ورميتهم للغنم وعلفتهم، لكن ما طلعتش، كانت نفسي مقفولة طبعا بسبب الموضوع ده. اهو طول ما انا واقف في الحوش ده، واقف لازق لي كده. هو ده واقف جنبي كده، بحب يقف جنبي. لو انا بس بتكلم او بصور وسايبه، هيفضل واقف حاطط راسه في رجلي كده، لازق فيه. يعني الناس بيقولوا الغنم يعني ايه غير المعيز شوية، هي عشرة شوية، بتاخد على الواحد وتفضل واقفة جنبه، لكن ده لازق لي كده 24 ساعة. ودي النعجة اللي انا جبتها، اللي قلتلكوا عليها، اللي هي كان وراها 2 وواحد مات. ده ابنها التاني اهو. ابنها برضو ضعيف لسه، برضو نفس القصة، مقدرش يسيبني يمشي خالص، ولو لازم افضل اهرش في راسه كده، لو سبته يخبطني كده عشان اكمل. بصوا شايفين الحلية الصغيرة ده عمره تقريبا 2.5 شهور، والحلية التانية دي نتاية عمرها تقريبا 15 20 يوم. يعني بقت ملحفاه، عشان ان هي ايه اللي امها سقاية. فالواحد بيتعلم ان اللي انا اشتريتها اللي هي وراها 2 دي ضخمة وحلوة وجرمة وكل حاجة، لكن مش قد كده. وده الخروف اللي هو ابن غزالة ده، امه اللي هي معدية دي. ده كان ضعيف شوية، خد برد اول يوم، لكن ما اديتوش علاج ولا اي حاجة. هو الحمد لله اتحسن لوحده، بيته عند ابن عمي في البدروم في الزريبة عنده، والحمد لله. وده نفس القصة، واقف نفس القصة، حتى في الغيط وانا بسرح برضه هو نفس القصة كده، واقف لي ما بيرضاش ياكل. في ناس كانت بتتكلم على موضوع الارضيه، قال لي ما تتكنسش بالمقشه او بالانو اللي انا بكنس بيه ده. فما اعرفش ايه السبب بصراحه. اي خدمه عم انا عملتها المره دي بالفاس، ونضفتها وطربتها، لان هي كانت الارضيه بدات تعلى، فكان لازم اشيل منها شويه. وموضوع مرضتش اعمل موضوع اللي هي المقشه دي. بس انا بصراحه ما اعرفش ايه السبب، هي غلط حرام، ما اعرفش ايه العيب، لا بس لكن انا سمعت الموضوع ده من ناس كتير. تاني حاجة، العلافة اللي انا كنت هشتريها، انا عندي الطوالة دي، انا هبني هنا سور. المسافة دي كده، التلات طوايل دول من هنا بسور، بحيث ان لما اعلف الغنم، ايوه المسافة دي كده، لما اعلف الغنم هعلفهم في دي،
هتبقى كبيرة، هتقف في الناحية التانية وتقف في الناحية، فتبقى كبيرة عليهم خالص. لو يعني ممكن تاخد لعند 15 20 واحدة، وهجيب لها طوب وهتتبني احسن، هتبقى جامدة وثابتة واحسن من العلافة. والنعجة برضو اللي هي ورا خالص، اللي واقفة ورا خالص ده عند الخلف الصغير دي، انا حطيت لها برضو نفس القصة. اتعودوا على كده انتوا بقى. حطيت لها لسه برضو رجلها بتعرج، حطيت لها زيت. في ناس قالوا لها تحط زيت وسخ، وناس قالوا هتحط سبيرتو احمر، وناس قالوا هتحط اللي هو بيجي من العطارة ده، انا مش فاكر اسمه، هكتبه على الشاشة. قال لي هتحط عليها، بس انا ما اشتريتوش. انا جربت الزيت الوسخ وجربت السبيرتو الاحمر. هو لسه القلم خف شويه عن الاول، ما كنتش بتعرف تمشي عليها خالص. وطبعا زائد النظافه، لازم المكان يبقى نظيف خالص. تاني حاجه النعجه دي برضو بنتها دي نتايه، فهتتربى تساب معايا، لكن بنتها اللي هي كبيره، انتوا شايفين اللي هي ازاي، فليتها كبيره شويه. فمعرفش بقى ايه، احنا برضو ما هنكمل مع بعض نشوف هتنفع تتربى ولا هتكون ليتها كبيره، لان انتوا الغنم اللي بيكون طرفها كبير ما بيكونش حلوه في التربيه والامان. فنشوف لو طرفها كبير هتتعلف، هتتباع علف. لو هي بعد ما تتفطم لو خفت شوية هنسيبها تكمل معانا عادي ونربيها، وان شاء الله تبقى وشها خير علينا. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى الغنم اللي احنا شارينها جديد، النعجة اللي قدامي دي احنا هنسميها أزعة زي ما الناس قالوا، والتانية هما الناس قالوا هنسميها الضخمة او معرفش ايه، الجرمة باين، وهنسمي دي الأزعة. لا هنسمي التانية وش السعد اللي هي بتعرج دي. ايوه دي هنسميها وش السعد. انت خروف رخم. هنسمي دي وش السعد، ونسمي التانية وزعة. ولو حد عايز يغير اسم او يضيف اسم مفيش مشكلة، احنا عادي مفيش مشكلة هنغير الاسماء. اه يا جماعة، بالنسبة للأكياس البلاستيك دي لازم تتشال من الحوش، ما تتسابش، لان الغنم بتاكلها، وده غلط على الغنم طبعا. فانا اي كيس بشوف في الحوش بشيله وبرميه برميه في جنب او اولع فيه. دي الأزعة. ازيك يا أزعة، منورة الحوش. وكمان عايز اخد رأيكم في حاجة بالنسبة للغنم البرديسي. الغنم دي حلوة حلوة تمشي في وجه بحري هنا ولا لأ؟ لأن هي عندنا ملهاش سوق، وأنا كده كده مش هبيع. لو عايز أخد رأيكم، لو أنا لو اشتريتها وجبت ذكر رحماني أو وسيمي، كده كده الودان بتطلع، الودان كبيرة شوية، اسمها ودان، احنا عندنا بنسميها قطشة، اللي هي نص ودان. لو ربيناها عندي هنا وجابت الغنم دي، هي الغنم نفسها البرديسي حلوة ولا لأ؟ لان انا بفكر ان انا اشتري واحدة او اتنين منهم واربيهم مع ذكر رحماني او ذكر وسيمي، نشوف الانتاج هيبقى عامل ايه. ده بقى يا جماعة طبيعة شغلي في المستشفى. انا شغال فني اشعة. دي اشعة عادية او اسمها اكسراي. ده ريست اكسراي او اشعة للرسخ. هو ده شغلي في المستشفى، موضوع بسيط خالص يعني. دي الأشعة العادية. الأشعة أكتر من نوع، فيها أشعة عادية اللي هي دي اسمها أشعة عادية أو إكس راي، وفي إشعات اللي هي الرنين، وفي المسح الذري، وفي المقطعية. المستشفى اللي أنا شغال فيه أشعة عادية اللي هي زي دي، هي دي الأشعة العادية، وفي أشعة مقطعية. الأشعة المقطعية دي اللي هي الحوادث والنزيف والكلام ده، هي دي الأشعة المقطعية. ده برضو ده أنا اللي شغال دلوقتي أشعة مقطعية على المخ.